السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله ربي هذا الفيديو يتلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم نقدم لكم قراوش بواحد الطريقة اللي كيجيو زوينين والتشبيكة حتى هي سهلة. ندوزو المقادير على بركة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ديروه في رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. عندنا المقادير والطريقة مع بعض. هنا عندي نص كيلو ديال الدقيق، اللي ما يضاعف الكمية يديرها. أنا نكتفي غير نص كيلو. ندير قليل من الملح وواحد المعلقة صغيرة باش نسمو ديال النافع، ومعلقة صغيرة ديال حبة حلاوة، ومعلقة صغيرة ديال الخل، واحد الساشية ديال الفاني. اللي بيزيدها يزيدها، ولكن كتجي زوينة مع هاد المنسمات. كاين اللي ما كيديرش فيهم هاد المنسمات، انا درتهم باش كتجي فيهم داك الطعم زوين. هنا عندي نص ربعة نسبة مارغرين ديال التوريق هي اللي ذوبت، 125 غرام. كندوبوها وكنخوها على الدقيق، وكنبداو نجمعو بالماء دافي، لانه كما كتعرفوا دابا الوقت بارد، منقدروش نديرو الماء بارد. صافي كنبقاو نجمعو العجين ديالنا. العجين كيكون بحال ديال الشباكية، ما كيكونش جاري، ما نجروهاش، تكون قاصحة لينة، يعني القياس اللي ما تفرتتش لينا. كما كتشوفوا هذه هي العجين وكتبغي تدليك، لانه درنا الزبده، خصنا ندلكو باش تفرز لينا ديك الزبده، باش ما نبقاوش غير نزيدو في الماء. كتولي بحال هذا الشكل. دابا نقسمها الى قطع القياس اللي بغيتو، حيت انا غندوزها في الوراقه. كنديروا ليها نفس الطريقه ديال الشباكيه، كنسرحو ونطويو منها، كنقادو الكويره وباش كتجينا مجعبه من الداخل. كنبقاو نسرحو ونطويو بحال شكل المسمنه، ونديرو واحد البلاستيك ضروري باش ما تقشبرش لينا. كنمشيو مع الكويرات كلهم بنفس الطريقه حتى كنساليوهم، وكنرجعو كنبداو دائما من الكره الاولى اللي هي قديناها. صافي هنا من بعد ما ساليتهم، كتكون هذيك الكره الاولى ارتاحت. الا بانت لكم العجينه ما مرتاحاش تخليوها. هنا كنسرحها واحد شوي باش ندوزها في الوراقه. اللي ما عندوش الوراقه غادي يسرحها تتولي رقيقه. هنا غادي ندوزها اول. انا ما درتش انا عندي الورقه من رقم واحد، من 6 لواحد. انا ما درتش ديك من 6 تنرجع. كاينين الناس اللي كيقولوا هكا، انا مشيت ديريكت درت في 4 لانه سرحتها شويه. دوزت وغادي نعاود ندوزها في 3 حتى كتزيد ترقى، ومن بعد غادي دوزتها في 2. انا عجبتني في 2. صافي 2 جات هي هذيك صراحه كما كشفتوها. ما حسن درتها في واحد جات رقيقه بزاف، انا ما بغيتهاش هكاك، وما كتجيش حتى باينين فيها الجراره. 2 يعني مزيانه. الا بانت لكم غادي شوي كدوزو عليها الدلاك. هنا عندي المساحه صغيره، قطعتها على 2. كتسرحوها شوي بالدلاك. صافي هنا كنقسم نحيد نقادو دوك الجوانب باش كنبقاو بانين لنا ديك السنينات. وغادي نقسم هاد القطع على 2 من الوسط. عفوا، على حسب المساحه اللي عندكم كيفاش كتخدموا. انا عندي المساحه صغيره فاش خدامه. هنا كنقسموا واحد القنت باش نديوها منحرفوها. كنحلو نديرو واحد الشرطه ونقطعو، نديرو واحد الشرطه ونقطعو، وحنا غاديين هكا. كاين اللي كيدير لهم التشبيكه ديال الشباكيه حتى هي مزيانه. حنا كناخدو حنا كنديرو 3 فاش غدوزو على النمره 2. كنديرو 3 د الوحدينات وكندخلوها بحال هاد الشكل، وكنجرو كتولي عندنا شكل التسبوله وسهله بالنسبه للمبتدئات. يقدروا يديروا هاد التشبيكه حتى في الشباكيه. كنهزو الطرف الاخر، كنبداو عاوتاني دائما كنضربوا داك القنيته باش نجيو محرفين، ما كنديوهاش على شكل مربع. كنعوجو يدينا وكنبداو نضربو واحد الشريطه ونقطعو شريطه ونقطعو حتى كنكملو
الشريط ديالنا حتى اللفان. هي صراحة سهلة، كتكون ما تحتاجش العوين. انا من عشاق ديال هاد الكراوش، معروفين بهم الناس ديال السوس هنايا، ما شاء الله تقريبا كل دار كيديروها، وحتى في السوق لحد فاش كتكونوا ماشيين له كتلقاو محطوطين، وتيكونوا خفاف صراحة، تقدري تاكلي فيهم كتر من الشباكية. انا كنديرهم صراحة بجوج، ولكن هاد الكراوش عزازين حتى على الوالدة ديالي. بهاد الطريقة راه كيجيو غزالين، كيجيو بحشاش مرملين وزوينين، وفيهم حتى التقرميشة. من بعد ما كملتهم استفتهم في اللاطا، عطاتني القياس. هادوك واحد الربعة ديك العجينة المعاودة درتها على شكل شباكية باش ما نبقاش ندوزها في الوراقات. هنا دائما الزيت ما كيكونش سخونة بزاف لانه بالزربة كتحمر. انا باقي ما سخنش بزاف. درتهم. درت انا غير الكاسرونة كما كتعرفوا. باش ندير واحد مقلة كبيرة كيضيع كمية الزيت، وهما كيتحمروا مكياخدوش وقت. درت غير هاد الكاسرونة، الطريقة صراحة عملية بالنسبة لدابا كلشي غالي. من بعد ما تحمروا كيوليو في هاد اللون، صافي كنحيدوهم كنسقطروهم. اللي بيدير لهم سكر كلاصي يديروا ويزينهم باش ما بغا، انا خليتهم كما هما بصراحه، ما بغيتش شي حاجه نزينه بهم، وما نديرش لهم سكر كلاصي. غندير لهم واحد الخطيط ديال العسل هو اللي درت، وصراحه كيجي احسن. الرميه الثانيه نبقاو نقلبوا فيهم، ودائما الزيت العافيه تكون مهيله. مني ما كنقصو ما كنزيدوش على مهيله. الا بانوا لكم قربوا يتحمروا بغيتو يتحمروا عاد كنزيدوا واحد الشوي، وعلى داك الراس الصغير. هنا من بعد كنوريكم اللي حطيتها، كندير لها واحد الخطيط ديال الزيت، عفوا ديال العسل. كاين اللي كيدير سكر كلاصي، انا ما بغيت سكر كلاصي، انا سكر كلاصي كياخد بزاف. انا وريتكم قولي دوك الربعه. عطاتني هاد الكميه صراحه، كتعطي كميه معقوله ومسربيه، لانه طريقه التشبيكه ديالها مسربيه. وبداك فاش كتنسموها بهاد النافع وحبة الحلاوة ودرك كتجي يا سلام، وكتجي هشيشة هنا الحلة معكم ضروري. هنا راه تسمعوا القرمشة راه غزالة كتجي، وما كتشبعوش منها، عاد تقدروا تاكلوا ربعة خمسة ما شاء الله غزالين، مع اتاي، مع ماشي ضروري تاكلوا مع الحريرة. نتمنى اللي عجبكم الفيديو ديروا لي لايك واشتراك. شكرا، الى اللقاء.